بتفكر تشتري عربية وسمعت إنها فيها فتيس سي في تي. غالبا هتلاقي واحد صاحبك داخل عليك يقول لك اوعى ابعد عنها، وفي نفس اللحظة هتلاقي واحد تاني راكب سي في تي بقاله سنين هيقول لك ده أحسن فتيس جربته في حياتي، فتقف محتار. هو الفتيس ده ملاك ولا شيطان؟ تعال أقول لك الحكاية من أولها. بص يا صديقي، احنا متعودين ان الفتيس الاوتوماتيك لما تدوس بنزين بينقل من الاول للتاني للتالت للرابع، زي واحد كده طالع السلم درجه درجه. انما السي في تي لا، ده كده كانك راكب اسانسير، مفيش درجات اصلا، يعني بيطلع على طول للنقطه اللي محتاجها. وعشان كده لما تيجي تسوق عربيه سي في تي لاول مره هتحس ان في حاجه غريبه. لما تدوس بنزين هتلاقي صوت الموتور بيعلى شويه والعربيه بتجمع سرعتها بهدوء، وساعتها ناس كتير تقول يا عم العربية بتزحف كده ليه؟ لا يا معلم، هي مش بتزحف، هي بس طريقتها مختلفة شوية. زي واحد كده بيجري ماراثون، مش كل شوية يقف ويبدأ من جديد، هو مكمل بنفس الوتيرة. ودي أصل فكرة السي في تي. طيب هتقولي الشركات بتحبه ليه؟ عشان طبعا بيوفر في البنزين وبيخلي الموتور يشتغل بأقل مجهود ممكن. عشان كده هتلاقيه منتشر جدا في عربيات زي تويوتا وهوندا ونيسان. بس هنا بقى الناس بتبدأ تختلف. لو انت من الناس اللي بتحب تحس بنقلة الفتيس او بتحب الدريفت كده وتسيح كاوتش، فغالبا السي في تي مش هيعجبك. انما بقى لو انت راجل رايق بتحب تركب عربيتك وتوصل مشوارك وترجع من غير صداع، غالبا هتحب الفتيس ده جدا. طيب هل هو الفتيس ده ضعيف؟ بص، ده عامل زي حكاية كده الراجل اللي مش بيغير زيت لعربيته بقاله 5 سنين ويجي يقول لك يا عم العربية وحشة، أي حاجة لو أهملتها هتتعب. والسي في تي ده بالذات بيحب الصيانة في ميعادها، زيت مناسب وصيانة منتظمة غالبا هيعيش معاك سنين طويلة. انما بقى لو قلت يا عم هي ماشيه وخلاص، فغالبا هتدفع فاتوره محترمه. عشان كده قبل ما تسمع كلام واحد بيشتم في السي في تي، اساله الاول هو كان بيصين عربيته اصلا ولا كان فاكرها هتعيشها البركه. وفي النهايه السي في تي ده عامل زي الشاي، واحد بيحبه تقيل، واحد بيحبه خفيف، وواحد ما بيحبوش اصلا. بس ده ما يخليش ان الشاي وحش. كل الحكايه ان الاذواق مختلفه. قول لي انت بقى مع السي في تي ولا مع الاوتوماتيك التقليدي؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.